هحط اي طرح على شعري دلوقتي. استروا عليا، استروا عليا، ربنا يخليكم. اللي عنده حاجه وحشه ليا يشيلها، اللي عنده فيديو وحش ليا يشيله، اللي عنده فيديو وحش ليا عريان يشيله. انا مش عارفه اعيش، انا مش عارفه اعيش. ربنا شاهد عليا، انا كل يوم بقول انا ابقى كويسه، ويجي الشيطان يركبني بالليل، يجي الشيطان يركبني بالليل. انا تعبانه، انا تعبانه. طبعا في بعض الحاجات بنقول عليها سبحان مغير الاحوال. يعني انا كنت بشاهد فيديوهات ليها من زمان قوي، وكنت بقول ايه القرف ده، وكنت مستبعد عنها التوبه بشكل كبير، ولكن ربنا بيقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فطبعا كل ده باراده ربنا، ولكن قبل كده عاوزين نعرف ايه الحكايه بالكامل، ولازم تتفرج للنهايه علشان تعرف الحكايه بالكامل. فاهلا بيك في قناه كريمي تيلز في فيديو جديد بعيدا عن الاشاعات واي حاجه مش صح على السوشيال ميديا. طبعا اسمها الحقيقي ساميه احمد عطيه عبد الرحمن حدائق، واسم الشهرة بتاعها سما المصري. ولدت في 15 يوليو 1976 بمحافظة الشرقية في مصر، ودرست في كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وتخرجت بليسنس آداب وتربية. وطبعا دخلت سوق العمل على طول من خلال تجارة التحف والسياحة، وبعدها عملت في العلاقات العامة في البورصة قبل اهتمامها في الإعلام والفن. وطبعا إنها في البداية ما اشتغلتش في عملها الأساسي، أو يمكن ما كانتش مهتمة بيه، وبدأت تشتغل في شغلها الأساسي الفن والإعلام، وطلع كأول ظهور ليها كمذيعة في قناة المحور بعد تخرجها على طول، وسبقت شغلها كمذيعة بسرعة، ونزلت كليب ليها بعنوان من نفسنين من إخراج سامح عبد العزيز، وشاركت في حفلات مطربين زي محمد فؤاد وحكيم والعمدة. أنا مش عارف والله إيه النقلات الكتيرة دي، شكلها كل يوم كانت بتسيب شغلانة. وطبعا هي لقت تقدير جامد في حوار إنها تعمل كليبات وظهورها في حفلات ناس تقيلة شبه محمد فؤاد، وطبعا لنا اسمها بشكل واسع جدا بعد مشاركتها في فيديو كليب يا احمد يا عمر ضمن احداث مجانين نص كوم عام 2011. ونسال سؤال، لنا اسمها ليه؟ لانها كانت جريئه جدا في اطلالتها، وكانت بترقص وتهز بطريقه مختلفه، وكان رقصها بيثير الجدل وقتها. وطبعا بدات تنشط اكتر في وسائل التواصل الاجتماعي. في سنه 2013 بدات تصنع فيديوهات ساخره جدا سياسيه وانتقاديه على يوتيوب، وكانت بتثبت السخريه دي بدلائل اراء مثيره للجدل وغريبه على الناس وقتها، وحصل ليها تهديدات كثيره جدا، وكذلك بعد الظهور ليها وقتها بالنقاب والحجاب مما اثار الجدل من تاني. وفضول الناس سياسيين تعمل ايه؟ ليه هو النقاب لعبه او حاجه؟ وطبعا كانت كل حاجه بتعملها بتحطها في مشاكل اكبر واكبر. وطبعا اتعمل لها قضايا كتير جدا. اول قضيه في ابريل 2014 تم احتجازها بسبب انها اطلقت قناه غير مرخصه، وطبعا كان شغل القناه ده فيه حاجات ساخره جدا زي انها سخرت من باسم مرتضى منصور. وتم قضيه ليها في 2020 اتحكم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامه 300,000 جنيه بسبب تحريضها على الفسق والفجور بسبب محتوى غير لائق على منصه تيك توك. وتالت قضيه ليها اتسجنت 3 شهور بسبب انها اهانت المذيعه ريهام سعيد. وطبعا هي مش بس كظهورها في اللايف انها لبست مره بس الحجاب وانها تابت، لا، ظهرت اكتر من مره ولبست الحجاب. اول مره تعمل الحركه دي سنه 2014 اعلنت انها ترتدي الحجاب، ولكنها بعد 3 ايام نفت انها لبسته من الاساس. وطبعا من سنه 2015 الى 2019 ظهرت بظهور متقطع انها تلبس الحجاب وتقلعه، ولكن تاريخها كله فيه اثاره جدل وحاجات كتيره مش حلوه. ولكن نشوف اخر ظهور ليها في البث المباشر يوم 26 يوليو، وكانت طالعه منهاره جدا. انا عندي مشاكل كتير جدا، وبالله عليكم لو حد عنده فيديو ليا وانا لابسه لبس مش حلو يحذفه. وكانت كل نظراتها فيها كتير من الحزن والتوبه، ولكن كانت بتقول ان الشيطان بيوسوس لها بالليل. واعلنت حذف حسابها على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك، وانها تبعد عن الحياه الوحشه دي، وانها تبدا حياه جديده صافيه هاديه بعيده عن اثاره الجدل. وطبعا من تصريحاتها ان التوبه دي جت بعد صراع نفسي طويل جدا. ولكن نتمنى لكل الناس الهدايه. ودي قناه كريمي تيلز، ما تنساش اللايك والاشتراك علشان شفتها مره تانيه. وبس كده، السلام عليكم.